اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رياكت، وحكايه النهارده عن ازاي هنقدر نسمع لاي ايفنت زي مثلا الاون كليك او الاون تشينج او غيره، وكمان ازاي اقدر اعمل ريندر للكومبوننت لما يتغير قيمه من قيم متغيرات. ولكن هنسيبنا من التعريفات المعقده دي ونخش على ارض الواقع. في المثال اللي قدامنا عندي ليست، وعايز لما اضغط على اي ايتم منها يظهر تحت الاختيار اللي ضغطت عليه. وهنا انا جهزت الليست وضفت متغير جديد، وده اللي هحفظ فيه قيمه الايتم اللي هختاره. وطبعا ما ننساش نضيف ايفنت الاون كليك على كل ايتم عندي، واي ايفنت بيتكتب بالشكل ده وبياخد طبعا كول باك. وتعالوا نعمل سيف ونشوف ايه اللي هيحصل. هنلاقي ان لما اضغط على اي حاجه في الليست مش هيحصل اي حاجه. علشان الطريقة الصح إن أي متغير جوه الكومبوننت في رياكت بيتكتب بالشكل ده، وعشان كده رياكت ابتكرت معجزة وهي الهوكس، واللي هي مجرد فانكشنز برضه، واللي بتقدر تتحكم إمتى الكومبوننت ده يتعمل له ريندر باستخدام هوك اليوز ستيت، واللي هنستخدمه بنسبة 99% في شغلنا في رياكت، لأن مفيش كومبوننت بيخلو من المتغيرات. واللي بيرجع array الفاريبل الأولاني فيها هي القيمة بتاعته، والتاني هي فانكشن هنستخدمها لما نعوز نغير قيمته. وتعالوا بقى نعدل الكود للشكل الجديد ونجرب تاني، وهنلاقيها اشتغلت 10 على 10. واشوفكم في الحكايه اللي جايه، حكايات رياكت، والسلام عليكم.